Audio Jungle. Audio Jungle. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل قاعه اليزيه بنادي 6 اكتوبر وايفنت ابلكيشن كوافير لحد البيت والسيزون التاسع، وسعدنا وشرفنا باللقاء الثاني مع حبيبي الجميل الدكتور جمال بيومي اللي هو منور الايفنت النهارده. تعالوا نرحب بيه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ ياسر. منور الدنيا. منور بوجودك يا استاذ ياسر. الله يبارك لك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. والف الف مبروك على تكريمك النهارده في الايفنت. يا رب يخليك يا استاذ ياسر، انا سعيد جدا اني شفت حضرتك النهارده. احنا كمان سعداء بيك النهارده وحضورك الشامخ اللي كالعاده بتبهرنا بيه واجواءك الجميله. من اسعد اللقاءات اللي في حياتي اللي بعملها مع حضرتك. طبعا انت حضرتك اعلام متميز وحبيب الملايين، وعلى المستوى الشخصي انت اخ وصديق فاضل، وانا بعزك جدا. حبيبي. ويا رب من نجاح لنجاح والمحبه والمعروف. يا رب دايما. انت ما شاء الله يعني معروف في الساحه، والله اكبر، يعني احنا مش هنحسد ولا حاجه، بس انت ما شاء الله علم. تسلم يا دكتور. كنا بقى النهارده ايه اللي لفت وشد انتباهك النهارده في الايفنت؟ هو الايفنت ما شاء الله، هو اولا بشكر الاستاذ احمد على الدعوه الجميله والتكريم الرائع اللي هو اتاحوا لي النهارده. وانا شايف التنظيم مختلف والمكان مختلف، جامع كل حبايبنا اعلاميين صحفيين، وحضرتك طبعا من اولهم على رؤوس الجميع، فكلهم اصدقائنا وكلهم حبايبنا، وانا سعيد جدا والله ان انا في وسط الكم الرائع ده. دكتور جمال، ايه اللي لفت انتباهك تاني بالنسبه للمنتجات وعنايه البشره والميك اب ارتست والشعر والبروتينات البروتين اللي هم قدموه النهارده؟ هل في اختلاف عن الموسم اللي فات عن الموسم التاسع؟ هو الموسم التاسع بتاع الاستاذ احمد دايما هو بيقدم الجديد، دايما بيقدم محتوى جيد، محتوى رائع بيجمع كل خبراء التجميل. شايف فيه حاجات مختلفه، وشايف في وجوه جميله. كلمه بقى لحبايبك المجموعه المتميزه، طبعا رئيس المهرجان الاستاذ احمد جوده الاعلامي الجميل، والاستاذ علي بنزيمه مدير المهرجان، وطبعا مخرج الايفنت كله طبعا اشرف عويس. تحب تقول لهم ايه المجموعه الحلوه دي؟ المجموعه الحلوه ديت كلهم بيحبوك بيعزوك جدا. ده حبايبي واخواتي على رؤوس الجميع. الاستاذ احمد، الاستاذ علي بنزينه، والاستاذ اشرف عويس، ده من اجمل الاصدقاء اللي عرفتهم. يعني هنقول ايه عشان اصدقائي؟ لا هم حافظ. لا ده الكلام طالع من القلب. الكلام ده طالع من القلب. هم مجتهدين ويستاهلوا كل خير، وبيقدموا محتوى جيد جدا ومستوى راقي، ويا رب يوفقهم من نجاح لنجاح، ودايما بيشرفونا في اي مكان. كلمه للساده المشاهدين قبل ما نختم اللقاء. الساده المشاهدين كلهم حبايبي واصدقائي واخواتي، يا رب يجعل ايامكم كلها سعاده. والنهارده على فكره استاذ ياسر عيد ميلادي، كل سنه وانت طيب. هابي بيرثدي. يا رب يخليك يا استاذ ياسر، كل سنه وحضرتك طيب. برج السرطان. برج السرطان زي عشان كده قدام واحد يا استاذ ياسر. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما نشوفكم بخير وصحه وسعاده، وان شاء الله تجمعنا اللقاءات متعدده. وطبعا حضرتك تبقى موجود معانا، لان انت وجودك ده فخر لاي مكان واضافه جميله قوي قوي لاي مكان. ما ننساش طبعا فقدنا اعلامي واخ كبير طبعا، واشتغلت معاه في قنوات برامج دراما، برنامج الفن والمجتمع. لا ننسى ابدا هذا الاخ الاعلامي الذي اثمر فعلا ببرامجه الهادفه، المحتوى الهادف الاعلامي، هاني عصر. الاستاذ هاني رحمه الله عليه ده من الاصدقاء الاوفياء، الله يرحمه، اخ غالي جدا وصديق مقرب. وانا والله كل ما اشوف اي صوره ليه لازما اقرا. كلنا اتاثرنا، كنا مع بعض. انا عارف والله يا استاذ ياسر ان حضرتك اتاثرت كتير، وكلنا اتاثرنا. الاستاذ هاني كان له طفره كده، يعني حبيب الناس كلها، يعني عمره ما زعل حد، خدوم، شخص لن يعوض، يعني لن يكرره الزمن. ربنا يرحمه يا رب. الله عليه. وانا والله بوجه كلمه لابنائه، يعني اي حاجه انا اقدر اقوم بيها، واحنا كلنا، مش انا لوحدي، احنا كلنا تحت امرهم. دول اخواتنا ودول ابنائنا، واحنا عاوزين نوفي بس اي جميل للاستاذ هاني. شكرا. انا مش عارف طبعا، ما اشبعش منك ومش عايز اختم اللقاء، بس اتمنى لك كل المزيد والتالق والابهار طبعا، وان شاء الله يكون اللقاء اخر دايما مع بعض، من توفيق للنجاح. والف مبروك مره ثانيه على تكريمك الايفنت النهارده، واسيبك تحتفل بالاجواء. شكرا ليك يا فندم. شكرا جدا يا استاذ ياسر. شكرا يا دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا.